إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، السعي على العيال وتحري لقمة الحلال من أشرف الخصال، والعبد مأمور بفعل السبب مع اعتماد قلبه على الله والصدق التوكل عليه. وحذرنا من عقوبة كسب الأموال في الطرق الغير المشروعة، ومن أهمها الربا، مما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: وما معنى الموبقات؟ فقال: أي المهلكات. فقلنا: وما هن يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أو من حرام. ويقصد عليه الصلاة والسلام هو من يكسب المال دون أن يهتم للطريقة التي أخذ منها هذا المال، أكانت حلالا أم حراما، بطريقة صحيحة أم بطريقة ظلم. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ويدخل في ذلك من يعمل في البنوك الربوية كذلك، والله أعلم. ولا بد من يعمل في هذا المجال أن يراجع العلماء ويوضح لهم عمله بصورة واضحة
حتى لا يكون لحمه قد نبت من السحت الحرام. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن حنظلة. وهنا لو نقف على هذا الحديث لشاب شعر الرأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وتعال معي درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا الحديث؟ لنعود مرة أخرى، انتبهوا، درهم ربا، درهم يأكله الرجل وهو يعلم إنه ربا أشد عليه من 36 زنية. 36 زنية ايش قد يحتاج لها وقت؟ أشد الفجار أو أفجر الفجار شهر، وممكن بعضهم عشرات السنوات حتى تكون له 36 زنية. أما درهم ربا ممكن في دقيقة واحدة، أقل من الدقيقة، اتفاق مشافهة، صار الربا درهم ربا. وهذا لا يعني أنه تخفيف من الزنا، وسنخطب عن الزنا في خطوة لاحقة، لكن انظروا إلى شدة أكل الربا. وهذا الحديث أيها الأخوة الخطير، فقد شرع الله للزاني المحصن الرجم حتى الموت، ولغيره الجلد 100 جلدة، لكن جعل الربا ب36 زنية، لكنه لم يجعل، انتبهوا، لم يجعل حدا لآكل الربا. فأين يكون الحد أيها الإخوة؟ بالتأكيد إن الله سبحانه وتعالى قد أجل عقوبة آكل الربا ولم يجعل له حدا للعقوبة المؤخرة يوم القيامة. ولا نعلم ما هي العقوبة التي سوف يعذبها الله سبحانه وتعالى في القبر، وكذلك يوم القيامة، وكيف سوف تكون. فقد جعل للقاتل حد القصاص، وللسارق قطع اليد، وللشارب الخمر الضرب أو الجلد 40 جلدة، وللزاني 100، وللمحصن من الزنات الرجم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة مثل الممسوس يقوم آكل الربا. وقد توعد الله آكل الربا بوعيد شديد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا وعيد شديد لكل مراب عنيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، استهزاء به. وهل يعني يأخذ سلاحك وحارب به الله سبحانه وتعالى؟
بسبب أنه قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني تجيب سهمك يلا أنت رب العالمين. وهل يقوى الإنسان الضعيف على محاربة القوي العزيز؟ ألا ما أعظم هذا الأمر أيها الأخوة، وما أفدح الخطب، وما أشد الخسارة على أهل الربا في الدنيا والآخرة. وها نحن نشاهد في هذا الزمان وقد افتتن كثير من الأسهم وقد افتتن كثير من الناس بالأموال، خاصة مع انتشار شركات الأسهم والبنوك الربوية، وأصبح الكثير يدخل في كثير من البيوع من غير أن يتأكد من مشروعيتها، مع علمه بأنها لا تسلم من الربا. والربا أسلوب تعاملي فاسد، بل عمل ظالم باطل جائر فظيع شنيع، ضار بالإيمان، ساحق للبركة، ماحق للمنفعة. أما في واقعنا اليوم فللأسف أصبح الربا منتشر بين صفوف أهل المساجد قبل غيرهم بحجة الضرورة، وهذا عذر لا تقيمه أنت من دون اللجوء إلى العلماء وأصحاب الفتوى. فتارة نجدها من خلال شركات السيارات، وتارة أخرى من القروض الربوية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا تنبيه لمن يتحجج بالسلف والقروض بحجة إن نسبة 10% أو 1%، نرد عليه بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن أشد أنواع الربا إجراما واستخفافا بعقاب الله سبحانه وتعالى عندما تجتمع المعصية مع الحيلة، وهي المعاملات الربوية من خلال تبادل الدينار بالدولار. فعلى سبيل المثال أن يستدين شخص 500 دولار، والمئة دولار اليوم تعادل 150 دينار عراقي. فشنو يجاوبه وشنو يقول له؟ يقول له ترجع لي 150 دولار، 100 دولار مو 150 ألف عراقي، ترجع لي إياها مثلا 200 ألف عراقي. فشي يسوي تالي؟ هو يرجع له 100 دولار أو 500 دولار الخذاها، واللي هي تعتبر خاسر عليها نقول 750 ألف، لكن لما يرجعها مليون. يعني يعطيه 500 دولار ترجع له مليون ومو 750 ألف. وهي تعتبر من الحيلة على رب العالمين. وقرض هذا هنا صار عندنا قرض جر منفعة، هنا تحقق قرض المنفعة فأكيد هو ربا. عباد الله، لا يأكل الربا ولا يتعاطاه ويتعامل به بعد العلم بتحريمه وخطره إلا ظالم فاسق عاص لله والرسول. وعلى من تورط بهذا العمل أن يعود إلى الله قبل أن يخطفه الموت ويخسر الدنيا والآخرة. أعاذني الله وإياكم من الربا ورزقنا الكسب الحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. ومما شاهدت أيها الأخوة وسمعت في من تعامل بالربا فلم ينجو منهم أحد في الدنيا قبل الآخرة، أما ابتلاء مرض أو ديون أو قتل أو الهروب مطلوبا للناس والقانون أو التفكك الأسري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا في الدنيا، فكيف يكون الأمر في الآخرة؟ وعاذنا الله من الربا ومن التعامل فيه، آمين يا رب العالمين. ثم اعلموا إن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجات الرسول وأهل بيته الطاهرين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا ومطمئنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله، يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا قوي يا عزيز. اللهم وأدر دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.